صدمة مدوية في ظل ضعف إدارة النادي الأهلي. محمد فاروق يستمر في رئاسة لجنة الحكام في ظل ضعف إدارة النادي الأهلي وعدم قدرتها على الحفاظ على حقوق النادي. ودلوقتي خلاص زي ما احنا سامعين حسين لبيب طلع بشكل واضح وبشكل صريح واعلن عن ان اي مسؤول في الرياضة المصرية لازم يكون زملكاوي، واي حد مش زملكاوي هيبعده عن الرياضة بالكامل. قرر اتحاد الكورة استمرار محمد فاروق في رئاسة لجنة الحكام. محمد فاروق اللي عينه وزير الرياضة، زي كده وزير الرياضة معين لجنة الانضباط اللي بتعاقب فقط النادي الأهلي، وبالتالي محدش من جمهور الأهلي السنة اللي جاية دي يتوقع أي بطولات محلية سواء كان كاس. بس كده كده الأهلي خلاص مستبعد من الكاس، يبقى كده قدام الأهلي دلوقتي السوبر المصري والدوري المصري. انسوا بقى خلاص ان الاهلي يكسب الدوري او السوبر، لان محمد فاروق المعين من وزير الرياضة هيكون رئيس لجنة الحكام. وللأسف ادارة الاهلي الضعيفة عينيها في الارض، مش قادرة حتى تعلن عن انسحابها من السوبر المصري في ظل الظلم الواضح اللي بيتعرضه النادي الاهلي اولا من لجنة الانضباط وعدم اعلان عقوبات الزمالك وبيراميدز حتى الان، زائد التعنت في استخدام خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام والاستقرار على استمرار محمد فاروق.